تخيل تدخل المدرسة بعد شهر والناس اللي كانت شايفاك شخص عادي تبدأ تلاحظ إن في حاجة اتغيرت فيك. شعرك، بشرتك، جسمك، لبسك، وحتى طريقة كلامك. والأهم، مش محتاج فلوس كتير عشان تعمل ده. في الفيديو ده هقولك بالظبط تعمل إيه خطوة بخطوة. وبعدها، بس خلي بالك، الجلو اب مش معناه إنك تحاول تبقى شخص تاني. الهدف إنك تطلع أفضل نسخة من نفسك. أول حاجة، النظافة الشخصية قبل أي لبس أو جيم أو عطر لازم تكون نظيف ومرتب. استحمام بانتظام، غسل الوجه حسب احتياج بشرتك، الاهتمام بالأسنان مرتين يوميا، قص الأظافر وتنظيفها، استخدام مزيل عرق مناسب، تغيير الملابس الداخلية والجوارب يوميا. خلي شعرك وفروة رأسك نضاف. الجملة اللي تظهر على الشاشة: النظافة يساوي أول خطوة في الجلو أب. 2، الشعر هو نصف الشكل تقريبا. مش لازم تعمل أغلى قصة شعر، المهم تعرف إيه اللي يناسب شكل وشك وشعرك. قبل ما تروح للحلاق، شوف صور لقصة قريبة من شكل شعرك، واطلب من الحلاق يعمل حاجة مناسبة ليك. ومتغيرش قصة شعرك كل أسبوع. خلي شعرك مرتب، ولو شعرك كيرلي اهتم بترطيبه وتصفيفه بدل ما تحاول تخليه شكل مش طبيعي. 3، البشرة مش محتاج 10 منتجات. ابدأ بالأساسيات. الصبح، غسيل الوجه بلطف، مرطب مناسب لو بشرتك محتاجة، واقي شمس عند الخروج نهارا. بالليل، اغسل وجهك، مرطب لو محتاج، ومتفضلش تلمس الحبوب أو تعصرها، لأن ده ممكن يزود الالتهاب والآثار. نص الشاشة، بشرة أفضل لا يساوي منتجات أكتر. 4، الجسم هنا تبدأ الناس تلاحظ فرق حقيقي مع الوقت. لو بتتمرن في الجيم، ركز على بناء جسم متناسق، مش مجرد وزن أكبر. اهتم خصوصا بالأكتاف، الظهر، الصدر، الذراعين، الرجلين، وخلي هدفك إن جسمك يكون متناسق وقوي، وما تستعجلش النتيجة. الجسم اللي نفسك فيه مش بيتبني في أسبوع، بيتبني من عادات بتكررها شهور. 5، الأكل مفيش جلو أب حقيقي مع أكل سيء طول الوقت. خلي أغلب أكلك من أطعمة مفيدة: البيض، الدجاج واللحوم، السمك، الأرز والبطاطس والشوفان، الخضار والفواكه، منتجات الألبان لو مناسبة ليك. واشرب مياه بشكل كافي. مش لازم تمنع نفسك من كل حاجة بتحبها، لكن خلي أكلك المتوازن هو الأساس. 6، النوم دي من أكتر الحاجات اللي ناس كتير بتتجاهلها. لو بتنام متأخر جدا كل يوم، متوقعش إنك تصحى بأفضل شكل. حاول يكون عندك موعد نوم واستيقاظ ثابت، والمراهقون غالبا يحتاجون من 8 إلى 10 ساعات نوم يوميا. نص الشاشة، نام كويس، شكلك وطاقة جسمك هيشكروك. 7، اللبس، وهنا بقى النقلة الكبيرة. مش لازم تلبس أغلى براندات، الأهم المقاس. التيشيرت يكون مناسب لجسمك، البنطلون مناسب لطولك، والحذاء نظيف. وخلي عندك ألوان أساسية تقدر تنساها بسهولة: أسود، أبيض، رمادي، كحلي، بيج. وممكن تضيف قطعة بسيطة تميز اللوك، زي ساعة أو إكسسوار بسيط. الجملة: ستايل مش سعر الهدوم، ستايل هو إزاي بتلبسها. 8، ريحتك أهم مما تتخيل. مش معنى إنك تحط برفان كتير إن ريحتك هتبقى أحسن. الأهم، جسم نظيف، ملابس نظيفة، مزيل عرق، وبرفان بكمية معتدلة. وخلي البرفان إضافة للنظافة مش بديل عنها. 9، الأحذية، ناس كتير بتعمل أوتفيت حلو وتنسى الحذاء. نظف الجزمة باستمرار وخليها مناسبة للملابس. حذاء بسيط ونظيف ممكن يخلي اللوك كله شكله أحسن. لغة الجسد هنا بقى الفرق بين واحد شكله كويس وواحد حضوره قوي. لما تمشي ظهرك مستقيم، كتافك مرتاحة، رأسك في وضع طبيعي، متفضلش تبص للأرض. ولما تتكلم مع شخص، بصله بشكل طبيعي، ومتفضلش تهرب بعينيك طول الوقت، لكن متحاولش تعمل شخصية مصطنعة. الثقة مش إنك تتعامل مع الناس بتكبر، الثقة إنك مش محتاج تقلل من غيرك عشان تحس إنك أعلى. واحد الكلام وطريقة التعامل، ودي نقطة مهمة جدا. ممكن تكون لابس أحسن لبس وشعرك ممتاز، لكن لو بتتكلم بطريقة سيئة أو بتقلل من الناس، كل ده مش هيكمل الصورة. اتكلم بهدوء، اسمع أكتر، متقاطعش الشخص اللي قدامك، ومتدخلش في كل خناقة أو مشكلة. الشخص الجذاب مش بس شكله حلو، شخصيته بتخلي الناس تحب وجوده. 12، الثقة بالنفس. ما تدخلش المدرسة وانت بتحاول تثبت لكل الناس إنك جامد، دي أكبر غلطة. خليك هادي، اعمل اللي عليك، اهتم بنفسك، ومتقارنش نفسك كل يوم بحد على تيك توك أو إنستجرام، لأنك غالبا بتقارن حياتك الحقيقية بلحظة مختارة من حياة شخص تاني. تحدي 30 يوم، وفي آخر الفيديو اعمل الجزء ده كأنه تحدي للمشاهد. الأسبوع الأول، النظافة زائد النوم زائد الشعر زائد البشرة. الأسبوع الثاني،
ابدأ التمرين زائد نظم أكلك زائد اشرب مياه كفاية. الأسبوع الثالث ضبط اللبس زائد الحذاء زائد العطر زائد لغة الجسد. الأسبوع الرابع اشتغل على الثقة زائد الكلام زائد الانضباط. وفي نهاية 30 يوم متقيسش نجاحك بس بإن الناس قالت لك أنت اتغيرت، قيسه بسؤال: هل أنا بقيت أحسن من الشخص اللي كنت عليه من شهر؟ النهاية: ولو عايز تعمل جلو أب حقيقي متحاولش تغير حياتك كلها في يوم واحد. اختار عادة واحدة وابدأ بيها النهاردة، وبعد شهر هتبص لنفسك وتفهم إن التغيير الكبير بدأ من حاجات صغيرة كنت بتعملها كل يوم. وبعدها، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة واكتب لي في التعليقات ايه أكتر حاجة هتبدأ تغيرها في نفسك من النهاردة.